بصوا بقى، انا متأكدة ان الوصفة دي هتغير فكرتكم عن الجيلي. يعني مش هتعملوا الجيلي بالطريقة المتعارف عليها بعد كده بعد الوصفة دي. تعالوا نعملها مع بعض، نسمي الله ونبتدي. زي ما انتوا شايفين، 2.5 كوباية من المية، مش زي المقادير المكتوبة على الكيس، لا 2.5 كوباية. عليهم معلقة كبيرة من النشا، معلقة هرمية، نص كوباية من السكر وحبيبات، ودوبيهم على البارد لغاية ما يدوبوا تماما، وبعدين ارفعيهم على النار. بصوا بقى، هما 3 مقادير، بس الأهم من ال3 مقادير التكنيك. يعني لازم ايدك فيه لغاية ما يتحول للون الشفاف كده زي ما انتي شايفة. معلش، هي تفاصيل بسيطة بس بتفرق. أول ما يدوب كده ويتحول للون الشفاف على النار، ابتدي بقى أضيف الجيلي، نص كيس، وبعدين أقلب، وبعدين أحط نص الكيس التاني. يعني ما تحطيش الكيس على بعضه. وأهم حاجة تتأكدي إن الجيلي ده تماما. بعد ما تحطي الكيس كله وتدوبي، تسيبيه بقى يغلي على النار، وكل شوية قلبي لغاية ما يبتدي يفور كده وتحسي انه هيفور. فساعتها بقى تشيليه من على النار زي ما هتشوفي دلوقتي قدامك اهو. اول ما بدأ يفور معايا، رحت شايلاه على طول من على النار. بعد كده في دورق بره او اي حاجة ليها بوس كده، هاتي مصفى وصفي السائل اللي احنا عملناه ده، علشان لو في اي كلاكيع من النشا او الجيلاتين احتياطي نشيلها وما تبقاش موجودة معانا. كيس نايلون بتاع السندوتشات عادي خالص، وهتحطي فيه الخليط ده بالمنظر ده، وتربطيه بس بعد ما تطلعي كل الهواء منه، علشان مش عايزة يكون فيه اي هواء جوه الكيس. وتربطيه كويس وتحطيه في الفريزر. وطبعا حطيه على صينية علشان ما يبقاش مكلكع كده معاكي، لا ياخد مساحة واسعة وتبقى طبق، يعني يبقى سمك قليل عشان بعد كده تعرفي تقطعيه. انا سبته مثلا 3 ساعات في الفريزر، وده بقى منظره. هنطلعه ونشيل الكيس بالراحة خالص، وتعالوا بقى نقطعه على البلانشة، بيتقطع عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. وكمان في طريقة تاني للتقطيع، انا بوريكم قد ايه هو مش صلب جامد، لا عادي، يعني كأنك ماسكة منجاية ساقعة تمام. لغاية ما تقطعيه قطع كده بمضرب البيض. انا هوريكم الخطوة دي الاول عشان تبقوا عارفين. لقيته قاسي شوية على مضرب البيض، اعمل ايه؟ بهرست البطاطس كده او بالشوكة. اهرسيه حاجة بسيطة، اللي هو مش يدوب، او ما تسيبوش تقولي ده انا هسيبه يفك، لا ما تسيبوش يفك وهو متجمد كده. اعملي الحركة دي واضربيه لغاية ما يبقى عامل زي الكريم شانتيه كده، او الجيلاتي السايح. ايوه يا جماعه، فظيع جدا والله العظيم، احلى من بتاع بره. وعايزه اقول لكم التصوير ظالم، اللون مش كده، اللون هيبان في اخر الفيديو. تعالوا بقى، بتقصي الكيس كده وتحطي بقى في البسكوته، ولو ما عندكيش بسكوت ممكن كوبايه عادي خالص، وتاكلوه زي السانديز كده مثلا، مفيش اي مشاكل. مش لازم بسكوت يعني. عايزه اقول لكم رهيب. تعالوا بقى ندوقه، تحفه جدا. وهوريكم كمان قد ايه متماسك حتى بعد ما اكل البسكوته نفسها. يعني انا هنا كلت، بدات اكل من البسكوت وهو متماسك ما شاء الله، ولونه بقى تحفه. جربوه وهتدعوا لي.